مساء الخير ومكملين مع اير فراير ماركة سوكاني ومع دنيتك مع شيماء. مبسوطة جدا وبشكركم بكل التعليقات الحلوة اللي جاتلي على الفيديوهات اللي فاتت عن اير فراير واستخداماتها. يعني تعليقات بجد كلها كانت حلوة وبجد يعني فرحتوا قلبي بكل التعليقات الحلوة دي، فشكرا ليكم. النهاردة ان شاء الله يعني استكمالا للفيديو بتاع الاير فراير، اكلات جديدة واجابات عن كل الاسئلة ان شاء الله اللي اتسألت عليها. اول سؤال كده جالي: يا شيماء، ايه الفرق بين ورق الزبدة والاطباق السيليكون، وازاي نخلي الورق زي اللي بنجيبه من بره؟ اول حاجة يا بنات، الورق الزبدة بتاع الاير فراير ده انا كنت جايباه، يعني الباكت فيه 100 ورقة، كان تقريبا سعره ب80، بس في اماكن بتبيعه ارخص من كده، في اماكن كمان بتبيعه اللي هو بيبقى مخرم شوية زي كده بالظبط بس بيبقى اغلى. الطريقة سهلة جدا، يعني بالخرامة بتاعت الورق العادية. بصوا، هتخليه زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. فانا هوريكم ان شاء الله النهارده في الفيديو استكمالا لاكلات يعني جديده ما عملتهاش معاكم الفيديوهات اللي قبل كده، وهقول لكم درجات الحراره وبالظبط يعني اختلاف التسويه ما بين ورق الزبده والسيليكون والحاجات دي كلها. بدأت الفيديو هنا معاكم بالكفتة دي، كفتة الحاتي. حبيت برضو اوريها لكم ان هي مش مجمدة ولا حاجة، هي كفتة يعني من لحمة كده فريش. ودرجة الحرارة اهي بتاعت اللحوم يا جماعة، احفظوا اهي 180، علشان في الطلب مني يا شيماء قولي درجات الاكل. فكده اللحوم بتبقى على 180 تقريبا، بتاخد بقى بص 20 دقيقة، في حاجات اقل واكتر، يعني الكفتة دي تقريبا مش بتكمل ال10 دقايق او نقول 10 دقايق. بتطلع بقى ما شاء الله طرية جدا وجوسي، وهوريها لكم هنا معايا. هتشوفوا كده من جوه طرية، يعني مش بس مستوية وناشفة، لا من جوه طرية ومحتفظة بالطراوة بتاعتها. فالتسوية يعني بجد عجبتني جدا، ويعني من ساعة ما جبت الاير فراير وجربت الكفتة بقيت اعملها على طول. فالفيديو اللي فات انا هسيب لكم اللينك بتاعه تحت للي عايز يرجع له، علشان عملنا اكلات كتير، عملنا برجر وسجق، عملنا بطاطس، وعملت معاكم المسقعة، وعملت كيك وعملنا بيتزا، وعملنا حاجات كتيرة قوي. جالي سؤال عن مشكلة الضمان يا شيماء. للأسف يا جماعة يعني أنا بعتذر لكم إني أنا اللي اتلخبطت الفيديو اللي فات، لأني أنا ساعة ما رحت جبت الإير فراير بتاعي عايزة أقول لكم إني أنا نسيت آخد شهادة الضمان، فافتكرت إني ملهوش ضمان، لكن الحقيقة إن هو ليه ضمان سنة، والضمان بتاعها في شارع الجمهورية في العتبة، فالضمان موجود ومتقلقوش خالص. تعالى أكلمكم بقى دلوقتي عشان جالي سؤال يا شيماء، الورق الزبدة بتاعي بيلزق، وجالي سؤال برضو اني مش لاقيين الورق الزبدة او غالي. البديل هو الاطباق السيليكون دي، ارخص بكتير قوي، وبتفضل طبعا معاكي بتغسليها وبتستخدميها تاني. الطبق كان تقريبا ب30 او 35 جنيه حسب بقى المقاسات. دلوقتي هجرب معاكم السمك، لان جالي سؤال برضو عن السمك. بصراحة انا كنت قلقانة منه، فجربت اول واحدة، بصوا في سمكية واحدة بس دهنت نقطة زيت كده على الطبق ونقطة من فوق وهدخلها، وشوفوا درجة حرارة الاسماك بصوا عاملة ازاي، 180. يبقى درجة الحرارة بتاعت السمك 180. دخلتها تقريبا يعني مثلا نقول 6 دقايق على الوش ده، وقلبتها الناحية التانية. في سؤال جالي: يا شيماء، أنا مشكلتي في السمك إنه بيبقى طري قوي وبيتقطع مني ومش بعرف أقلبه. أهو السؤال فوق أهو. بصي، السمك عشان تتحكمي فيه انت يعني بتقدري تطلعيه طري أو ناشف، دي حسب التسوية بتاعتك. علي درجة الحرارة شوية وخليه يقعد اكتر، هتلاقيه اتحمص معاكي. بس السمك عجبني قوي قوي، يعني انا ما كنتش متخيلة ان السمك هيعجبني كده بصراحة في الاير فراير، كنت خايفة اصلا اجربه، لكن الحقيقة ما شاء الله طالع حلو قوي ومستوي وطري وخطير. بص بقى، كملت باقي السمك بتاعي في الاير فراير لانه ما شاء الله عجبني. ده انا مخلياه طري شوية، اني هنا عندي بيحبوا البولتي طري. كنت جايبة بقى في مرة سمك اللي هو عارفين بتاع الشوي ده، كنت انا اصلا هشويه، بس بقى متضحكوش عليا افتكرت ان عندي ردة طلعت كزبرة،
فرحت عاملاه كده بخلطة جواه، وقلت خلاص برضو يعني هقليه كده او هديله تحميرة في الاير فراير. بس ده بقى اتكيت عليه شوية ومخلياه مقرمش. فعايزة اقولك كمان بصراحة بعد ما جربت ورق الزبدة والسيليكون، ايه فرق التسوية؟ عشان جالي برضو سؤال زي كده. يا شيماء، هو في اختلاف في التسوية؟ بصراحة في اختلاف في التسوية. يعني لما بنحط الحاجة على الشبكة كده مباشرة التسوية بتبقى احلى بكتير. التسوية بتبقى احلى ونتيجتها احلى 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 يعني. اي نعم، بندهول الشبكة وبنبقى عايزين نحافظ عليها فبنستخدم الحاجات التانية، بس بصراحة التسوية بتبقى افضل. طب التسوية في السيليكون والزبدة وحشة؟ لأ مش وحشة، بس بتخلّي الحاجة طرية شوية. فاهمينّي؟ يعني مثلًا إن طبعًا بيبقى الحاجة فيها سوائل وبتفضل السوائل دي موجودة، فالحاجة بتبقى طرية شوية. لكن لو يعني في نوع مثلًا أكلات عايزاها مقرمشة زي البطاطس، زي سمك، زي الحاجات دي، فما تستخدميش حاجة وحطّي الحاجة مباشرةً على الشبكة. عملت كمان جرّبت الذرة، عايزة أقول لكم إن كان تحفة. طب ناشف والّا طري؟ ده بيرجع للذرة نفسه. يعني إحنا لمّا بنروح أصلًا نشتري ذرة، بتبقي أحيانًا تلاقي واحدة طرية وجميلة وتلاقي واحدة ناشفة شوية، نفس الحكاية بالضبط في الair fryer. شويته على أعلى درجة حرارة هي 200، لإني كنت عايزاه يعني ياخد لون ويتحمّر شوية. لو حسيتِ إنه واخد لون ولسه ما استواش كويس قللي درجة الحرارة. بصوا يعني قلليها خالص لحد ما توصلي حتى لل90. يعني جالي سؤال برضو يا شيماء، استخدمي اخر برنامج عندك، اللي هو البرنامج رقم 8 ده بتاع التسخين، درجة حرارته 90. انا ده بصراحة مش بستخدمه كتير، بستخدمه امتى؟ لما بحس ان الاكل خد لون بس لسه عايز يستوي شوية، فبقلل درجة الحرارة او بجيب البرنامج الاخير ده. استخدمت كمان من الحاجات اللي باعملها في الair fryer، هو باحمّر فيها أي حاجة عايزة تتحمّر، حتى المحشي. يعني ده كان باقي محشي من الأكل يعني تاني يوم، فرُحت حاطاه كده في السيليكون ورُحت حاطاه على طول في الair fryer برضه على أعلى درجة حرارة اللي هي برنامج البطاطس اللي هو 200. بُصّوا أنا كنت عاملاه على ده وعلّيته. طبعًا جالي برضه سؤال يا شيماء، هو أنا عادي أزوّد وأقلل في درجة الحرارة لحد ما الأكل يستوي؟ طبعًا. يعني بُصّي أنتِ أصلًا عندِك البرامج مرسومة، يعني كل برنامج نوع الأكل اللي أنتِ بتدخّليه عليه ودرجة الحرارة بتاعته. طب فرضًا الأكل بتاعي ما استواش، عادي شغّلي تاني. طب حاسة إن الدرجة دي عالية على الأكل، قلّلي أنتِ درجة الحرارة، وهكذا يعني. هاجرّب معاكم البطاطس بس دي بطريقة تانية غير اللي أنا جرّبتها معاكم الفيديو اللي فات. البطاطس دي يا بنات نيّة ولا مسلوقة ولا أي حاجة خالص، يعني أنا قشّرتها وغسلتها بس وقطّعتها، حطيت عليها شوية زيت وحطيت شوية من التوابل وشوية من الملح وقلّبتها كده كتير شوية، وهابدأ أحطها في الair fryer. المرّة اللي فاتت جرّبتها معاكم بطريقة مختلفة وكنت مجرّباها على الشبكة على طول. ده مجرّباه في ورق الزبدة، كانت طالعة جميلة بس كانت صراحة طرية شوية عن اللي باعملها في الشبكة. فزي ما وضّحت لكم كده، في حاجات بتبقى طرية شوية وفي حاجات بتبقى مقرمشة اللي هي مباشرةً. لإني أكتر سؤال اتسألت عليه هو البطاطس، يا شيماء طعمها حلو، يا شيماء بتطلع مجلدة. بصراحة والله يا بنات أنا من ساعة ما جبت الair fryer والله أنا ما حمّرتش ولا مرّة بطاطس تاني خالص على البوتاجاز. الair fryer بتاعتي دي ماركة سوكاني، الموديل بتاعها اسمه SK80 12. عايزة أقول لكم إن هي بقى لها معايا أهي يعني سنة وشوية. ما شاء الله ما اشتكيتش منها خالص. لإني كذا سؤال، بالله عليكِ يا شيماء قولي لنا في عيب واجهِك فيها، لقيتِ مشكلة؟ والله يا بنات مش لقيت مشكلة خالص. يعني أنا مش عاملة إعلان ولا دعاية ولا حاجة، أنا مجرد حد جاب يعني قلاية وعجبتني وعاملة عليها review والله يعني بما يرضي الله. الحاجة اللي جربتها ولقيتها حلوة طالعة باقول لكم عليها إن هي حلوة. جالي يعني سؤال برضه كتير أوي عن الكهربا. يا شيماء هي بتسحب كهربا؟ طبيعي بتسحب بس مش أوي، زيها زي أي جهاز، زي الميكروويف، زي الفرن الكهربا، زي كل معظم الناس.
عايزة أقول لكم إني أنا عندي، عشان أكون صريحة، أنا عندي هنا ممارسة، يعني مش هاقدر أحكم بالضبط بتسحب كهربا قد إيه، بس يعني أصدقائي وأهلي اللي جايبين الair fryer وعندهم الكهربا بيقولوا لي لأ بتسحب عادي خالص زي الأجهزة العادية. استخدمت كمان يا بنات، عايزة أقول لكم إن بنستخدمها في تحميص العيش، سواء بقى سليم زي كده، سواء العيش الفتة تقدري تستخدميه فيها. وكمّلوا معايا الفيديو، وما تنسوش تحطّوا اللايك، حطّوا لايك على الفيديو، واكتبوا لي تحت التعليقات بتاعتكم الحلوة مستنياها، واللي مستني أكلة أو نوع أكل عايزين تجرّبوه وأنا ما عملتوش معاكم اكتبوا لي تحت، وإن شاء الله هنعمله سوا، لإني برضه محضّرة لكم فيديو جديد عن الair fryer فيه حاجات مختلفة تمامًا عن اللي عملناها قبل كده. فعملت أهو معاكم الفراخ. وعايزة أقول لكم بقى إني جرّبتها في حاجات كده حلوة سهّلت عليَّ كتير أوي، جرّبتها في كفتة الرز. بُصّوا حطيت كده ورقة الزبدة من تحت ونقطة من الزيت، نقطة دهنت بس بيها كده ورق الزبدة، وبدأت أدخّل ال الكفتة كفتة الرز، دخّلتها على برنامج البطاطس اللي هو درجة حرارته 200. واتحمّرت بشكل تحفة، وعلشان كمان الناس اللي بتبقى خايفة طَب يا ترى هتتحمّر حلو، طَب يا ترى هتفُك في الصلصة بعد كده بعد ما نحطها، هاكمّلها لكم للآخر وهاورّيكم النتيجة، بجد والله كانت رائعة، رائعة. يعني حاولت إن أنا أغيّر كده وأجدد من الأفكار اللي أنا قدّمتها لكم المرّة اللي فاتت، وبرضه هتلاقوا الفيديو اللي فات اتكلّمت فيه معاكم عن حاجات كتيرة حلوة ومهمة، فإن شاء الله برضه ارجعوا له هتستفادوا منه، مش بس اللي جايب air fryer سُكاني على فكرة، لأي حد عنده قلاية أو air fryer إن شاء الله هيستفاد الأكلات ودرجات الحرارة وكل الحاجات اللي إحنا قُلناها دي. بُصّوا كده اللي اتحمّرت بس تقدري تتّكي عليها كمان، يعني التحمير ده في إيدِك، بتحبي الحاجة طرية، بتحبي الحاجة مقرمشة، بتحبي الحاجة فاتحة، بتحبيها غامقة، كل ده في إيدِك تقدري يعني تزوّدي في المدة وبتطلع الحاجة زي ما أنتِ ما عايزة بالضبط. شكلها تحفة ولونها رائع. عايزة أقول لكم بس إن يعني الألوان عمّالة تروح وتيجي ده معلش من الكاميرا، يعني هي ألوانها جميلة بس هتلاقوا في اختلاف كده في اللون عمّال يروح وييجي، ده بس بيبقى من فلاش الموبايل البخار اللي بيبقى طالع من الأكل، فدرجة الحرارة كده ما بتضبطش أوي مع الموبايل. بُصّوا حطيتها بقى في الصلصة ولا فكِّت ولا حاجة وطالعة خفيفة، مش بقى كتير وشاربة زيت وكل الحاجات دي، بجد كانت حلوة جدًا، فجرّبوها على ضمانتي هتعجبكم أوي إن شاء الله في التحميرات يعني. جرّبت كمان من الحاجات الجميلة واللي بتنجز بصراحة في الair fryer الحاجات اللي بتحمّريها كلّها، كل تقريبًا النشويات هاقول لكم، زي مثلًا لسان العصفور، الشعرية، المكرونة المحمّرة، عارفين حتى لو هتعملي رُز حبّاية وحبّاية وتحمّري فيها الرُز، كل الحاجات دي ممتازة. حطيتها كده من غير أي زيوت ولا نقطة زيت، بادخّلها كده أهم حاجة تابعي ال يعني تابعي التسوية، كل شوية كده افتحي بُصّي عليها لو محتاجة تقلّبي ادّيها تقليبة، علشان ما تلاقيش حتّة خدت لون وحتّة لأ، وتبقى يعني اللون مضبوط معاكِ كده. عايزة أقول لكم إن طالعة يعني محمّرة اللسان العصفور حلو أوي، يعني رمضان خلاص قرّب، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يبلّغنا رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين. التجهيزات دي لو عملتيها في رمضان هتسهّل عليكِ أوي، والله مش دلع يا بنات، يعني أنا من ساعة ما بقيت أعمل فيها الشعرية ولسان العصفور، لمّا باجي أعمل الأكل عارفين الحاجة متحمّرة جاهزة، باحُط على طول يعني بانزّل الشعرية أروح غاسلة الرُز، عاملة الرُز ما بياخدش 10 دقايق، لسان العصفور بيبقى جاهز متحمّر يا دوبك بانزل عليه بالشوربة بتبقى خطيرة، خطيرة، فجميل وبيسهّل وبينجز كده، وكمان طبعًا خفيف وما فيش دهون. طَب الناس بقى اللي مش عاملة نظام صحّي وعادي بتحب فيه الدهون أو خايفة إنه يبقى ناشف أوي، عادي خالص تقدري بعد ما تحطيه كده في الحلة إن أنتِ تنزلي بمعلقة كده من السمنة أو شوية من الزيت براحتك.
بس بيبقى طعمه جميل قوي قوي، يعني مفيش اختلاف خالص بينه وبين اللي بنعمله عادي على النار. عايزة اجاوب سؤال جالي يا شيماء، هو القلاية الكهربائية فعلا حلوة قوي ويعني تغني عن الفرن؟ هي تغني عن الفرن بصراحة. بس يعني طب انا معيش دلوقتي ان اجيبها، او مش متاح، او يعني لا هي لا بلاش، لا طبعا مفيش جهاز هيوقفك. يعني الحاجات دي كلها بتسهل علينا حياتنا، لكن لو مش موجودة عادي بتعامل عادي. يعني كل الحاجات دي تقدري على فكرة تعمليها في الفرن بتاعك، سواء فرن البوتاجاز او الفرن الكهرباء. بس بصراحة هي بتسهل اكتر، يعني التسوية، لان طبعا عارفين ان هي صغيرة، فالتسوية بتبقى اسرع واحلى. لكن تقدري تستخدمي كل الحاجات دي، لو مش قادرة ان انت تجيبيها عادي جدا بتستخدمي الفرن. وربنا يرزق يا رب كل الناس بكل الحاجات اللي بتتمناها. عملت كمان برجر فراخ ووريتكم التسوية كانت جميلة. من برضو الحاجات الجميلة قوي في الاير فراير هي البيتزا. حبيت اوريكم بقى المرة دي البطاطس اللي هي البومفريت الجاهزة، برضو حبيت اوريها لكم، بتطلع جميلة قوي. وده كمان الفراخ الكنتاكي او البروستد، او لو هتجيبي بقى اي حاجات بتبقى من بره على اللي هي التحمير بس كده، عايزه اقول لكم الحاجات دي بتبقى حلوه قوي فيها. برضو على درجة حرارة 200. برضو حطيت شوية من الزيت كده على الوش، ولاني عايزاها مقرمشة بصراحة فحطيتها على طول على الشبكة، مرضتش احط بقى ولا اطباق ولا حاجة. شايفين منظر الاير فراير اصلا متبهدلة جدا، وانا كنت متعمدة ان انا اسيبها بقى شوية كده علشان اغسلها معاكم واوريكم طريقة للغسيل غير اللي انا عملتها معاكم الفيديو اللي فات. كمان بقى عايزة اقول لكم المفاجأة، ان انت تقدري تسوي فيها اي طواجن او اي صواني. انا عملت فيها مكرونة بشاميل. بصوا انا كنت عاملة مكرونة بشاميل من مثلا قبلها، وكنت شايلة الصينية دي عندي في التلاجة. فالبشاميل حسيت ان على الوش يعني قليل شوية، فحطيت كده معلقة من القشطة، وحطيت رشة من الجبنة الرومي، وهدخلها بقى دلوقتي. عايزة اقول لكم كانت خطيرة. سويتها حلوة قوي ولونها كان يجنن. فتقدري تسوي فيها، يعني حطي فيها اي طواجن. الحاجات اللي بتدخل في الاير فراير كل حاجة بتقدري تدخليها في الفرن، يعني الازاز، الطواجن، الفويل، السيليكون، ورق الزبدة، كل حاجة تقدري تستحمل الحرارة دخليها وانتي مطمنة. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ شكلها يجنن بجد يجنن. وكانت طعمها فعلا حلو قوي. عايزه اقول لكم اني فعلا يعني ربنا يا رب يخليها لي كده الاير فراير بتاعتي. بصوا يعني انا النهارده كده، بصوا عملت فيها ايه. حمرت بطاطس، وعملت فيها المكرونه، وكمان كنت عامله فيها كفته. يعني بصوا انا بقيت استخدمها على طول، مش حكاية بس ان هي معايا سنة واستخدامي فيها قليل، لا انا استخدامي فيها يوميا يا بنات. لان جالي برضو اسئلة كتير يا شيماء، يعني جالك اي مشكلة فيها، ظهر لك فيها عيوب؟ والله ما ظهر لي اي حاجة. تعالوا بقى عشان الطلب مني كتير يا شيماء طريقة تنظيف الاير فراير. الطريقة دي بصوا يا بنات، حطيت كده بيكربونات الصوديوم الكربوناتو، وحطيت كده ليمونة. بصوا اصلا التفاعل شايفين، حطيت كده ليمونة عصرتها، ونزلت كمان بشوية من الخل، وكنت غالية مية في الكاتل، وهبدأ اضيف المية السخنة على كل بقى الحاجات دي علشان تنزل لي كل الدهون والتحمير والزيوت وكل الحاجات اللي في الاير فراير دي، تبقى سهلة معايا في تنظيفها عشان ما ادعكش جامد كتير واجرح واقشر والحاجات دي. في طريقة تانية هتلاقوها في الفيديو اللي قبل كده، ودي طريقة مختلفة. يعني انا قدمت لكم اهو طريقتين، واختاروا اللي انتوا عايزينه. هبدأ بقى اشغل كمان الاير فراير على اعلى درجة حرارة عندي علشان تسخنها وتدوب كل حاجة فيها. غليت مية كمان وزودت الكمية لحد ما فصلت الاير فراير. جالي سؤال يا شيماء، هي بتدي انذار لما بتقفل؟ اهو حبيت اسمعكم الانذار بنفسكم. يا حبيبتي، هي بتدي صفارة كده او انذار لما بتخلص، وبتسمعي صوتها وبتفصل لوحدها كمان.
تعالوا بقى نغسلها. سبتها تبرد خالص المية اللي فيها، وجبت بقى الاسبونشة بتاعتي العادية وبدأت ادعك. طريقة غسلها سهلة جدا، لان جالي هل طريقة الغسل سهلة ولا متعبة؟ فطريقة الغسل بجد سهلة قوي قوي، بتدعكي عادي خالص كده. بس ما تتكيش قوي بقى، اني انا في حتة كده اتكيت عليها في الحلة نفسها، مش في الشبكة دي، حسيت ان بدأت تقشر كده من تحت. فما تتكيش قوي، لان انا عارفين بقى النظافة لما بتبقى واخدانا ومش عايزين نسيب اي حتة دهون كده. فكان في حتة كده مش عايزة تطلع معايا، قلت لا انا هتك عليها واطلعها، انا عايزة اخليها فلة. فعارفين قشرت سنة كده، فقلت لا مش هتك عليها تاني. فخدوا بالكم برضو يعني نضفي وكل حاجة، بس بلاش الدعك الجامد قوي قوي. خاصة لو بحاجة بتجرح، يعني لان انا الحتة الاخيرة دي جرحتها بسلكة، لكن لو بسبونش عادي مش بيحصل لها اي حاجة. فطريقة التنظيف سهلة فعلا قوي، وبتنضف وبتبقى زي الفل. يعني بتمنى اكون جاوبت على كل الاسئلة اللي جاتلي. انا اصلا جاوبت على كل الاسئلة في الفيديو، وحبيت برضو ان انا اوضح يعني عملي كده. ان شاء الله في فيديو تاني للاير فراير باستخدامات مختلفة تماما. عايزة اقول نصيحة اخيرة: اهم حاجة تصفيها كويس جدا من المية. في انواع يا بنات بتصدي، مش بس على سكاني، في انواع كتير من الاير فراير بتصدي. فلو خامتها مش كويسة، بس بصراحة اللي معايا دي ما شاء الله خامتها حلوة قوي. فاهم حاجة تسيبيها تنشف كويس، وكمان يعني بدعكها كده حلو وبترجع زي الفل اهي، نطفت وما فيهاش اي حاجة خالص. ويعني بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، محدش ينسى اللايك يا بنات. واكتبوا لي تعليقاتكم وارائكم في الفيديو، واكتبوا لي كمان لو في حاجة عايزيني اجربها في الاير فراير، او لو في اي مشكلة معاكم. السطح بتاع الاير فراير من بره بغسله كده بحتة مندية بسيط، ما تغسليش بقى بصابون ولا تجيبي مية علشان التاتش والكهرباء والحاجات دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.